الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما عودتكم دايما، النهارده هنعمل مع بعض كده وصفه سهله وسريعه. زي ما انتم شايفين كده النتيجه طالعه تحفه. دي طريقه عمل البقلاوه بس بطريقتي بقى، يعني عايزاكم تدخلوا وتشوفوا كده وتجربوها وتقولوا رايكم ايه. طبعا البقلاوه بتحتاج ان هي تتسقى بالعسل، فاحنا الاول هنبتدي بالعسل. هنعمله الاول ونحطه على النار وبعد كده ندخل في التفاصيل. حطينا هنا كوبايتين سكر وعليهم كوبايه ميه، وزي ما انتوا شايفين كده عصرة ليمونة. العسل بطريقة العسل المعروفة. وهنرفع بقى المقادير دي كلها على النار من غير ما نقلبها خالص. احنا لو قلبنا او حطينا فيه معلقة بيسكر وما بيظبطش معانا. حطيناها على النار وجبنا بولة اهي، وهنبدأ كده مع بعض بسم الله نعمل طريقة البقلاوة بتاعتنا. عندنا هنا كوباية دقيق وربع كوباية نشا، هنخلطهم في بولة تكون ناشفة ونضيفة. طبعا مفيش فيها اي مية خالص ولا فيها اي حاجة، نضيفة يعني. والافضل ان يكون بوله ازاز. هنحط عليهم كوبايه ميه، طبعا الميه شكلها فاتح عشان انا معايرها بنفس الكوبايه او المج اللي انا معايره بيه الدقيق والنشا. زي ما قلت لكم، ما يكون في مقادير لازم بنعاير بمج واحد، ما ينفعش نحط الدقيق بكوبايه والنشا، لا، لازم المقادير كلها تبقى بمج واحد نفس المقاس. وهنقلب كويس قوي لحد ما يتخلط المقادير بتاعتنا مع الميه. هنقلب بمعلقه كده زي ما انتوا شايفين لحد ما تبقى معانا بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هننزل عليها ده كيس بيكنج باودر، هنشي يعني معلقه كبيره بيكنج باودر. هنقلبها برضو في معلقه تقريبا ميه، ما نزودش، يعني معلقه بيكنج باودر مع معلقه واحده بس ميه. وهنقلبها شايفين زي لحد ما تفور كده معانا، وهنضيفها على الخليط بتاعنا. هنقلبها كده كويس لحد ما نتأكد ان هي فرت ودابت، وهنحطها على الخليط وهنقلب كويس لحد ما يتخلط كل المقادير مع بعض. لو وصلتوا معايا للفيديو هنا، يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. انا بشكركم والله. اليومين دول بصراحة حاسة بتقدم في القناة، وناس كتير بتدخل تعلق لي، وناس بتشترك جديدة في القناة. انا برحب بيهم والله، نوروني وانا مبسوطة قوي بالتعليقات اللي انتوا بتكتبوها لي. ويا رب كده دايما كده، يا رب يجعلكم سبب ان شاء الله ان القناة تتعرف وانجح بكم ان شاء الله. هنشكلها بقى ازاي؟ هنجيب زي ما انتم شايفين كده كوباية، وهنحط فيها كيس من اللي هو الكيس بتاع الكريمة المتاح عندنا، كيس البلاستيك، الكيس السيليكون. مفيش كيس من ده، نحط كيس عادي ونخرمه ونحط بيه في المقلاية، مفيش اي مشكلة. حطينا كمية من الخليط، وهنربط الكيس كويس عشان نتأكد ان هو ما هيطلعش عندنا عجينة واحنا بنحط في الزيت ولا حاجة. وهنروح بقى في مقلاية على النار، والزيت كمية من الزيت كده مش كبيرة، وهنستنى لما تسخن، وهنبتدي بقى نحط فيها البقلاوة بتاعتنا. هنشوف هنسويها ازاي. زي ما انتوا شفتها في الاول، هي عبارة عن اقراص زي الاقراص اللي هي بتاعت القطايف بالظبط. طبعا الشكل يعني انتوا شايفينها، والشكل ماهوش منتظم لما اتحطت في الزيت، بس والله معلش انا اسفه. يعني بنحاول بس ان هي لما بنيجي نقلبها، المفروض ان احنا بنطلع الزيت على وشها علشان ما تعملش معانا زي ما عملت معايا كده. يعني انا غلطت برضو غلطة. المفروض ان وانتوا بتحطوها بتجيبوا بالمعلقة الزيت وهو سخن، وتحطوا على وشها لحد ما وشها ينشف، علشان لما تيجوا تقلبوها ما يتعملش زي ما اتعمل معايا كده وتطلع من الجوانب. بس في الاخر النتيجة طلعت والله جميلة جميلة. يعني طبعا الفيديو ده نزل بعد احنا ما دقناها وفي الاخر اصلا ما لحقتش الا الاتنين اللي انا قدمته لكم دول، هم اللي انا لحقتهم عشان اقدمها لكم. العيال طبعا عجبتهم قوي واكلوها وكانوا فرحانين بيها. طبعا بعد ما لقيناها في الزيت، انا طبعا ما وريتكم واحدة بس، وقلت الكمية كلها ونزلت فيها. طبعا العسل بتاعي كان بارد وهي سخنة، نزلت بالعسل بتاع التقيل وغطستها في العسل كويس قوي، وطلعتها صفات من العسل والكمية كلها لحد ما الكمية كلها خلصت زي ما انتوا شايفين كده. لحد ما خلصنا الكمية كلها، وكانت النتيجة في الاخر زي ما انتوا شايفينها كده.
انا قلت لكم على الحاجات العيوب اللي حصلت معايا وانا بعمل. بس شايفين يعني ايه بصراحة انا لما حمرت الباقي ظبط معايا، وكان شكله زي ما انتم شايفينه في الاخر كده، والنتيجة كانت طالعة جميلة والله. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. ولو عايزين اي وصفة قولولي. شايفين طالعة جميلة، ناشفة من بره وطرية وهشة من جوه، وطعمها والله كان تحفة. وزي ما قلت لكم انا ملحقتش اصلا الا الاتنين دول عشان اصورها لكم، وعجبت الولاد قوي. يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه في التعليقات زي ما عودتوني. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.